صباح الخير ومساء الخير اللي بيتفرج بالليل. اهلا بيكم في حلقة جديدة، والحلقة دي هتكلم وهقول وهعيد وهطلع كل اللي جوايا دلوقتي ان انا عندي منتال بلوك، انغلاق فكري وانحصار فكري. انا مش عارف اطلع حاجة، مش عارف انتج، مش عارف افكر، مش عارف ادور، مش عارف. يعني الذاكرة عندي والافكار والامور اللي هي غير مرغوب فيها والحاجات دي كلها واقفة، مش عارف خالص اطلع منها اي حاجة. واخدين بالكم؟ فانا علشان اكسر الحاجز ده واكسر الجانب ده ان انا هطلع قدام الكاميرا كده زي ما انتم شايفين كده، واطلع اللي جوايا زي ما يطلع بقى، محطش حواجز، محطش قيود، محطش اطارات، علشان ما استمرش في المنتال بلوك دي، الانغلاق الفكري ده، ويحجمني ويخليني انا اتاخر وان انا اوقف وان انا ما اعملش فيديوهات وان انا ما اتكلمش وان انا ما اقولش والحاجات دي كلها. فخلونا نكسر الحاجز ده ونكسر المنتال بلوك ده بان احنا نفتح قلبنا، ان احنا نقول اي حاجة شغلانة او اي حاجة بنفكر فيها او اي حاجة بتدور في دماغنا. انا بصراحة بيكون عندي تخوف ان انا مثلا لما في حاجة، مثلا موضوع شغلني، موضوع بفكر فيه، موضوع مش عارف ايه، ببقى قلقان ان انا مثلا لما اتكلم فيه ما يكونش مثير للاهتمام للمتفرج او المشاهد او المشاهد، احس ان انا يعني يهمه في ايه يعني الكلام اللي انا هقوله ده، او اللي انا هتكلم فيه ده ايه اللي يعني هيهتم فيه في ايه، يعني هيركز فيه في ايه، يعني اكيد يعني حاجة مش هتكون في دماغه يعني ولا هيفكر فيها. بس خلونا اكسر الحاجز ده كمان، ان انا اتكلم بحرية واقول الحاجات اللي هي بتثير اهتمامي وبتثير افكاري، الحاجات اللي هي بشوف ان هي يعني انتوا ممكن تكونوا مش مهتمين بيها وانا هتكلم عنها. تمام؟ فنكسر الحاجز المنتال بلوك ده ونكسر حاجز التخوف من الاشياء او الافكار اللي هي ممكن تكون مش على هواكم وتبقى بتصير افكاري انا يعني مثلا انا يعني بني ادم بفكر وبدور على اشياء تخليني احسن واشياء تخليني افضل، بحيث ان انا ما بقاش واقف في مكاني، ومبقاش ان انا اركز في امور ما تخلينيش ان انا اتقدم ومبقاش شخص احسن في حياتي. طبعا ده اكيد كل الناس بتعمل كده، بس يعني يعني معرفش، في ناس برضو، في كمية برضو من الناس تانيين ان هم برضو ما بيفكروش بالطريقة دي. يعني انا مثلا كان نفسي، حلم من احلامي ان انا اكون شخص عالم، اكون يعني عالم في حاجة، معرفش بقى، عالم ذرة، عالم في الكيمياء، عالم في الفيزياء، عالم في الاحياء. بس يعني كان دايما بيشغلني ويلهمني فكرة العلماء. الناس دي بتبقى ايه اللي بيدور في دماغهم، وايه اللي بيخليهم بيفكروا بالطريقة دي، وايه اللي بيخليهم مفكرين بالاسلوب ده، وايه اللي بيخليهم ان هم اشخاص بهذا الشكل وبهذا الطريقة وهذه الطريقة. فموضوع شائك صراحة. فكان نفسي ان انا اكون كده، يعني بشوف ان حياتهم مثيرة للاهتمام ومثيرة للجدل كمان، يعني مش الاهتمام بس يعني. بس احنا المشكلة عندنا ان احنا ما عندناش الحافز، او ما عندناش الاصرار، او ما عندناش المثابرة ان احنا مثلا حد مثلا مننا مثلا
يكون عايز يبقى عالم مثلا في حاجة، او هو مثلا متخصص في حاجة وفز، فما نشجعوش، ما نقولوش مثلا انت كويس، انت شخص ناجح، انت شخص نافع، انت شخص تنفع تكون في مكان احسن، الحاجات دي كلها. لا، احنا هنا بنهبط خالص، واحيانا بنشتم. لا، مش قصدي يعني الناس، يعني لا، الناس ان هم عموما يعني يعني مثلا على السوشيال ميديا مثلا، انا ملاحظ ان الفتره الاخيره في ناس بتتلفظ بألفاظ وبتتكلم وتكتب تعليقات سخيفة صراحة، ما اعرفش ايه السبب. يعني انا واحد، تمام، واحد بعمل فيديوهات، تمام، وبنزلها على اليوتيوب، بنزلها على الانترنت. يعني انت مش عاجبك ما تتفرجش يا عم، يعني انت مش عاجبك ما تتفرجش. ما ايه اللي لازم ان انت تعمل تعليق وتكتب تعليقات سخيفة وتكتب تعليق سخيف واحيانا بتشتم؟ انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم الدماغ، الناس دي بتفكر ازاي، والناس دي يعني ازاي بتشوف الامور. علشان يعني انت دلوقتي مش عاجبك حاجه، ما تتفرجش عليها، ما تدورش عليها، ما تشوفهاش، لكن شوفها وتعلق وتكتب تعليق سخيف والحاجات دي كلها. لا، حاجة غريبة جدا، يعني حاجة بتستوقفني، يعني وحاجة بتخليني يعني مش بفهم ايه الهدف من ورا الموضوع ده، يعني فاهمين قصدي؟ فنرجع تاني لموضوع العلماء. احنا ليه ما عندناش علماء؟ يعني احنا ليه ما عندناش عالم ذرة، عالم كيمياء، عالم في الأحياء، عالم اتصالات، في التكنولوجيا، عالم في الانترنت، يعني يخترع حاجة كده في الانترنت كده يبقى رائد فيها؟ ليه احنا ما عندناش الحاجات دي؟ ليه احنا يعني الامور دي يعني بعيدة عننا؟ ليه احنا مش كده؟ يعني احنا ليه مش الاشخاص دول، او مش بني ادمين دول؟ فاهمين قصدي؟ فده حاجة بتستوقفني وحاجة بتخليني افكر، يعني ليه ما عندناش كده؟ لا، لازم يبقى عندنا، لازم يبقى في اشخاص كده، لازم يبقى في نهضة، لازم يبقى في طفرة، لازم يبقى في شباب او رجال فلتة، يعني عندهم دماغ دي قوية جدا، فذة. فاهمين قصدي؟ فده مهم جدا ان احنا نفكر فيه، ومهم جدا ان احنا نشوف ابعاده ونشوف ليه احنا ما عندناش كده. ده يعني بصراحة يعني شاغلني جدا، يعني وخليني واخد وقت من تفكيري كبير جدا. وكمان يعني ده بسبب برضو ان انا ده دافع برضو من ان هو الغلاق الفكري او المنتال بلوك ده بيجي عشان مفيش محفزات فكرية. يعني مفيش حد ملهمين كتير، اغلبهم بيعملوا حاجات غريبة على الانترنت، مفيش الهام. فاهمين قصدي؟ علشان الواحد يحفز الطاقة الذهنية بتاعته والذاكرة بتاعته والافكار بتاعته، ان هي تبقى قادرة ان هي تصنع شيء وتخلق شيء من لا شيء. فاهمين قصدي؟ فده يعني اللي انا شايفه، يعني من وجهة نظري ومن رأيي، يعني فاهمين قصدي؟ فده ممكن اسميه مثلا، الفيديو ده ممكن اسميه، مش عارف اسميه ايه صراحة. انتوا هتلاقوه بقى زي ما انتوا هتشوفوه في العنوان على اليوتيوب. شكرا لكم، وكان معكم وائل، بحبكم، ومع السلامة.